صفقة أحمد السيد زيزو للنادي الأهلي خلاص اتأكدنا بما لا يدع مجال للشك إن أحمد السيد زيزو موجود مع النادي الأهلي. النادي الأهلي عمل صفقة وضربة قوية جدا جدا بجد لنادي الزمالك، علشان الكابتن حسين لبيب ما يطلعش يهلفظ بأي كلام أو يقول أي كلام لإدارة النادي الأهلي. إحنا لما بنحط حاجة في دماغنا يا جماعة خلاص على طول إدارة النادي الأهلي بتعملها. أنت ما تقدرش تاخد لعيب من النادي الأهلي غير اللي هو بيسيبه ويديهولك. ما تقولش ان انا اقدر امضي مع اكتر من لعيب من لعيبه النادي الاهلي، انت ما تعرفش تعمل الكلام ده، ولكن انا كقدره ماديه لا اقدر اعمل الكلام ده واقدر اجيب من عندك اي لعيب انا عايزه. فانت النهارده خليك متزن في تصريحاتك، ما تستفزش اداره النادي الاهلي، ما تستفزش جمهور النادي الاهلي، علشان اللي بيستفز النادي الاهلي وبيستفز جمهور النادي الاهلي. بتشوف صفقه احمد سيد زيزو بتنزل يوم ايه؟ النهارده العيد، يعني انا نكدت عليك يوم العيد، عملت فيك حاجه مش كويسه يوم العيد، خليتك قاعد كده يعني مش طايق الدنيا وما عليها. هو ده النادي الاهلي، هو دي البروباجندا بتاعت النادي الاهلي، هو دي التقديمه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعيد على جماهيره النهارده، وكل سنه وحضراتكم طيبين، بيعيد على جماهيره باحمد السيد زيزو. صفقه من العيار الثقيل. هل هتفيد الاهلي فنيا؟ طبعا يا جماعه هتفيد الاهلي فنيا، ربنا يبعد عنه الاصابات، ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقه كمان ويكون حضوره الاول في الملعب حضور كويس، علشان النظرة الأولى أو يعني زي ما بيقولوا كده الانطباع الأول دايما بيدوم. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه مع الراجل الجديد ريفيرو، يوظفه توظيف كويس. أحمد سيد زيزو لاعب مجتهد ومحترف، والراجل يعني مش فارق مع اللي بيحصل حواليه، الراجل مكبر دماغه من كل الأحداث اللي بتحصل حواليه. الراجل ليه 3 شهور في مشاكل مع الجمهور ومع إدارة الزمالك وشكاوي وقصص وحكايات وروايات، ولكن اداره الزمالك طبعا اخطات، طبعا عملت حاجه يعني غريبه جدا. انا اللعيب النهارده معاك وبتاعك ما قدرتش تجدد له، فكك بقى مني، يعني انا ماليش دعوه، انا هعمل اللي انا عايزه لمصلحه ناديه.